عروس عايز جنب اللي انت عايز يعمل. صباح الفل يا معلم سلسال. صباح الرزق. يا صباح العسل والجمال يا معلم زلزال. بعد كده يومنا ابتدى بالصلاه على النبي كده. يلا يا اخويا انت وهو كل واحد يشوف شغله، ما توجعوش مخ المعلم. كوبايه القهوه الحلوه وحجر القص. حاضر يا معلم سلسال. لكن بالراحه على الناس، ما تقعدش تكبت فيهم كده، انت كاتم على نفسهم طول الاسبوع. الشغل شغل يا معلم، لو فتحناها على البحر مش هنخلص من الجلع. هو ده اللي انا بحبه فيك يا شعلان، راجل بتحب الشغل طول عمرك، ده غير انك من طرف الغاليه. الله اكبر عليك، اللي يشوفك وانت بتشتغل يهون عليه الشجر. يعني هو انا شغال لوحدي؟ ما انتم موتين نفسكم معايا. الرزق مش فلوس بس يا شعلان، زي ما ربنا رزقني بالفلوس رزقني بالناس اللي حواليا، انت واسامه وسلام، حتى الواد بطره ده رزق. انتوا اللي مشدين من ازري ومكبريني، عشان كده بحمد ربنا عليكم كل يوم. طمني، اخبار الشغل ايه؟ اوامرك اتنفذت بالحرف، عملت المزاد وبعت بالسعر اللي قلت عليه، وربنا جبرنا بدري بدري. الحمد لله، فضل ونعمه. والمحاسب جاية كل حاجه، فاضل بس انك تبص على الدفاتر اهي. طب عينها لي معاك، ابص عليها اخر الاسبوع. بعدين الواد ده رجول، انا مختاره على الفرازه، ما تشيلش هم انت يا شعلان. اللي تشوفه يا كبير انا جنبك هنا. السيسه المحليه والاول مظبوط اللي تحت الاتمام. تسلم ايدك يا حاج بطره يا حلو. السلام عليكم. يا ابني ما تجيش في ميعادك ابدا. يا ابو الزنازيل، مش عقبال ما رحت شفت العروسه؟ اللهم صل على النبي. ايه يقول لك ايه، قمر يمكن احلى من عطيته كمان. انت لسه فاكر عطيته؟ عطيته لا تفنى ولا تستحدث بالعدم يا ابو الزنازيل. دي وتجمد دي منين؟ ولسه ما تشوف العروسه. ايه جايب لها صوره ولا ايه؟ اتفضل ملي عينيه. اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. لا شكل العلبه فوق توقعاتي يا حاج سلام، ده حاجه محترمه. بس اهم حاجه الطعم اللي هيوصل للناس، هو ده اللي هيميزنا ويخلينا رقم واحد في السوق. ما تقلقش، اللي هيشرب علبه هيدور على اختها. المهم ظبط لنا توريدات الفاكهه. كله حصل خلاص، والطلبيات اول باول هتوصلك ان شاء الله. اهم حاجه انت واسامه تفتحوا عينيكم وتركزوا، مش عايز حبايه فاكهه بايظه توصل للعصير. الطعم اللي يوصل للناس اللي هيميزنا ويخلينا في السما. لا ما تقلقش، انا عامل اداره كنترول اللهم صل على النبي. استنى هم محفظينها لي. كويس. انت عارف الشعر اللي زيي والانجليزي ما فيش بينهم وفاق. كواليتي كنترول. طب ما تقول اداره الجوده يا سلام، قول اداره الجوده يا عم الفقيه. يا ساتر، دايما كابت ابداعي. ومال البنك ومال اللي انت بتقوله ده؟ انت داخل على سنه ما بتدفعش. ما على يدك، انا كل ما ازيد الفايده بتقطم ظهري. ما هو كل ما بتزود المده كل ما الفايده هتزيد. بقول لك ايه صحيح، ما تسلفني قرشين واكتب لك. مالوش لازمه الكلام ده، انا قلت لك بدل المره مليون. انا محامي، لو سلفت كل موكل متعثر عندي مش هلاقي اكل. بس انا نسيبك. ما تخلطش الامور ببعض، دي نقره ودي نقره، مش ده كلامك؟ ايوه ده كلامي، بس المصايب اللي انا فيها دي مين السبب فيها؟ مش ابنك؟ دي كمان مش هتاكل معايا. انت راجل كبير ودماغك توزن بلد، واللي انت فيه ده كله بسبب طمعك وبس. طب والعمل؟
والله يا خليل انا ما فيش في ايدي حاجه تانية اعملها. يعني ايه؟ يعني البنك هيحجز على كل املاكك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ غصب عني. لا يا حبيبي، مش خليل سليمان السواح كتخه اللي يتحجز على املاكه، سامع يا سعيد ولا لا؟ عموما انا كنت جاي ابلغك يمكن تقدر تتصرف. هي هتصرف طبعا. عارف يعني هتصرف؟ سامعني يا سعيد؟ مش خليل سليمان السواح كتخه اللي هيقع في يوم من الايام. الحقيني يا ريهام، كل حاجه بتضيع مني. عايز نعمل لك ايه بس يا بابا؟ ما عنديش سيوله تغطي الكارد بتاعك ده. بس عندك حته ارض وانا جايب لك ليها مشتري هيحط لك فيها رقم ما تحلميش بيه. مش هبيع يا بابا، بقالي 10 سنين بقول لك مش هبيع. بقى ما تبيعيش حته ارض وتنجد ابوكي من الورطه اللي هو فيه. طيب ما تروح لمراتك الجديده وخليها تساعدك وتقف جنبك. ايه دي؟ وانت عرفتي؟ من اول يوم. بس انا ما عملتش حاجه غلط. وانا مش بحاسبك ومش من حقي اني احاسبك، زي ما انت كمان مش من حقك تقولي بيع الارض. قولي بقى ان انت بتتلككي بحكايه جوازي دي عشان ما تساعدنيش يا ريهام. انا خدت الارض والفيلا من قاسم عشان عمل زي ما انت عملت بالظبط، اتجوز. فما ينفعش اسامحك انت واخد فلوسه هو وكمان عايزني اديها لك. عبد الحليم اللي قالك الكلام ده صح؟ هو ابن الرفضي هو السبب في المصيبه اللي انا فيها دي. عبد الحليم ما ضربكش على ايدك وقال لك روح اتجوز على ماما، الست اللي وقفت طول عمرها جنبك وجنب ولادك. عندك حق يا ريهام، وانا ما يرضيني زعلك. لو يرضيكي اطلقها دلوقتي حالا. لا ما يرضينيش، والموضوع مزعلني بس ما يخصنيش. انت حر تطلق ما تطلقش، ماليش فيه. عارفك طول عمري القرش ابوكي وامك. بابا ملوش لازمه الكلام ده، وبعدين معلش يعني هو انا جايباه من بره؟ انا هقوم اتعشى، ما تقوم تتعشى معايا؟ ماشي. ولا اقول لك بيقولوا الاكل بعد الساعه 8 مضر للكبار في السن. رباب بيتي يا رباب. انت اللي غرقتني الغرقه دي. انا محامي يا خليل بيه، يعني بنفذ اللي انت عايزه. ايوه بس انت اللي شرط عليا الشورى السوداء بتاع البنك دي اللي جابتني الارض. هو انا يعني ضربتك على ايدك علشان تتعامل مع البنك؟ طب شوف لي حل. انت عارف الحل، ادفع الفلوس. نعم يا اخويا، ده ايه الفقاقه دي؟ يعني انا جاي لك عشان كده؟ وانت جاي لي عشان ايه؟ شوف لي معاك مبلغ. شوف لي معاك مبلغ عشان اسدد الدين اللي عليا. ما انت عارف انا ولا بسلف ولا بستلف. نعم يا اخويا، يعني انت بتخلع مني انت وابوك دلوقتي؟ لا اقسم بالله العظيم. في يا بابا بتزعق ليه؟ تعالى يا منى، شوفي جوزك اللي سلمني تسليم اهالي للبنك وجابني الارض دلوقتي ما هواش عايز يقف جنبي. هو الكلام ده صحيح؟ ملوش حين يرد عليك يا هو. بصي انا الكلام اللي كنت عايز اقوله انا قلته خلاص وما عنديش كلام تاني. يبقى خلاص هاخد بنتي. يلا يا عم. ده مش قرارك. لا ده انت بتحلم. بنتي بعد اللي انت عملته مع ابوها وغرقته مش هتعيش معاك دقيقه واحده. صحيح يا انا؟ تسيبي جوزك وتروحي معاه؟ رد عليه، قولي له اخترت مين. دلوقتي بتخيرني يا بابا بعد كل السنين دي؟ مش حاسس انك متأخر شوية؟ يعني ايه؟ يعني الكارت ده اتحرق. أمل خلاص اختارت من زمان. خيبة أملك في بناتك يا خليل. خيبة أملك في بناتك يا خليل. استنى يا بابا. اللي بيني وبينك كلمة، لكن اللي بيني وبين أبويا دم. أنا جاية معاك يا بابا. استنى عندك. قسما بالله العلي العظيم انت لو خرجت من هنا ما هتدخل البيت ده تاني. يعني هتخرج من الجنة يا خاي؟ مالها قرف. انا مش بكلمك انت، انا بكلمك يا امل، بكلم مراتي.
طول عمرك محسسني ان انا عايشه في سجن. مفيش اي حد بيتضايق ان هو يخرج من سجن، ولا اي حد بيتمنى ان هو يرجع له. تمام، يبقى هتخرجي بطولك، وابني هيعيش هنا معايا. يعيش معاك هنا فين؟ الواد انا هاخده ورجليك فوق رقبتك كمان. لا بلاش بقى فتحة الصدر اللي انت داخل لي بيها دي. انا سكت لك مرة زمان، كلمة زيادة هخلي الرجالة يرموك بره البيت. يرموا مين يا ولد؟ انت اتهبلت في مخك ولا ايه؟ ايوبي جابر، يلا بينا يا بابا، يلا بينا يا بابا. يلا بينا على فين؟ ده انا دغدغ البيت على دماغك ودماغ اللي اتشدت لك كمان. انت اتهبلت يا انت في مخك ولا ايه؟ ارموا الحيوان ده بره. اوعوا تمدوا ايديكوا عليه. يلا يا بابا، يلا يا بابا عشان خاطري، ولا ابني ياخده بالقانون. يلا يا بابا. ماشي يا ابن سعيد. يلا يا بابا. يا فاشل. تعالى يا حبيبي، تعالى يا ولدي. السلام عليكم يا حاج. مالك يا ماما، في ايه؟ أنا مش هقولك أنت عملت كده ليه، ولا هلومك حتى. أنا عايزة منك حاجة واحدة بس، بحق السنين اللي أنا عشتها معاك. طلقني يا خليل. ايه اللي بتقولي ده يا ماما؟ الله يقطك يا امل. انا مش صغيره عشان تخبوا عليا. عايزة تطلع عليه، ما الكل هيعرف. لميا، انا عارف انك غلطت. أرجوك لو لسه عندك ذرة حب ليا أو احترام حتى، اعمل لي اللي أنا عايزاه، تطلقني. بتفهموني في ايه؟ اسأل أبوكي، بص في عين بنتك قول لها في إيه. ما تقول يا بابا. قول لها يا خليل، قول لها أمها قصرت معاك في إيه، قول لها أنا عملت إيه وحش في حياتي عشان تخلي الناس بعد العمر ده كله تتفرج عليا وتضحك عليا. قول لها أنت اتجوزت عليا ليه؟ الكلام اللي بتقوله ماما ده صحيح؟ رد عليا. خليل. بابا، بابا، خليل. بابا، خليل. خليل. بابا. نورت بيتك يا خليل. الله، الدكتور قال مش عايزين زعل. الحمد لله على السلامة يا خال. الله يسلمك يا ربيع. طبعا اذنكم. استني بس يا امل، في محضر جه وسيد لك الورقتين دول. ورق ايه؟ عبد الحليم طلقي. الكلب الدون. وانت كنت مستني منه ايه يا بابا؟ معلش يا حبيبتي ما تزعليش نفسك. في 60 داهيه. انا اهم حاجه ابني، ابني وبس. وانت هتعملي له ايه يعني؟ ده محامي عقر هو وابوه، يعني تاخدي منه لا حق ولا باطل. ايه انت بتقوله ده؟ بكره اقوم لهم واديله بالجزمه هو وابوه. ما تهبط بقى يا خال، كده غلط على صحتك. يهبط؟ غور يا عدو ايه؟ غور يا كلام المصايب والاهم، غور. معلش يا خليل ما تعملش في نفسك كده، احنا مش ناقصين. اتفضل انت بقى دلوقتي يا ربيع. ماشي يا مرات خال. بالاذن يا خال. بس الراجل بيبصلي ازاي؟ الكل فاكر ان انا خلاص وقعت، الكل بيسن سكاكينه. ما تزعلش نفسك يا خليل، ما انت عارف ربيع وطريقته. عارف لسانه خفيف يابا. بكره اقوم حواليهم كلهم. بابا شيلي من حساباتك، انت عمرك ما فكرت فيا، فمش وقته يعني تفكر فيا دلوقتي. في ايه بس يا خليل؟ ليه كده؟ مش عارف اعمل ايه. أول مرة في حياتي
ما بقاش عارف هعمل ايه. ما انت لازم تهدى. اهدى يا حاج عشان تعرف تفكر. تعال. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الحاجة راحت. ايه يا رب؟ انا عملت ايه يا رب عشان تعمل فيا كده؟ عملت ايه؟ انت هتكفر يا حاج. حرام عليك. اللي انا بيتي مش حرام. ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد. وكمان قال يا عبدي افعل ما شئت كما تدين تدان. قلت ايه؟ جاية تشواتي هي؟ حقك عليا، حقك عليا يا حاج. مش قصدي. انا بس عايزه ربنا ينور بصيرتك عشان تعرف انت عملت ايه وصلك للي انت فيه ده. ما عملتش حاجه. ما تكبرش يا خليل، ما تكبرش. ربنا سبحانه وتعالى عايزك تتوب وتندم عن اي ظلم انت عملته. ظلم؟ هو انا بلاقي فرصه في الحياه واستغلها يبقى دي ظلم؟ ليه؟ ما الحياه فرص، ولو انا ما استغلتهاش قلب غيري هيستغلها ومش هيحصل له ربع اللي حصل لي ده. من حظك الحلو ربنا عايز يطهرك، عايز يحاسبك في الدنيا قبل الاخره. انا كده حظي حلو. ما تعملش زي فرعون يا خليل وتفضل تكابر لحد ما تغرق. هغرق؟ وخلاص هغرق لحد فين؟ ما بقاش حيلتي حاجه. انا بقى حيلتي حاجه. ايه يا ابو سلفار؟ الحق يا خال، في لجنه جايه تحجز على الباب. ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزه تتجوزي طليق اختك؟ طلقها يا ماما، يعني ما توفقوش مع بعض، يبقى فين المشكله؟ المشكله انك عايزه تكسري قلب اختك. امل عمرها ما حبت عبد الحليم وانت عارفه كده كويس. يا ربي يا ربي اروح فين بس من اللي انا فيه؟ بالراحه يا ماما بس واهدي، مش انت دايما بتقولي بلاش العصبيه؟ وانت بتعملي بكلامي قوي. ما تقول حاجه لبنتك يا خليل. كل واحد قرب حاله لم. بقول لك ايه يا ماما، تعالي نحسبها بالعقل. حكايه امل وعبد الحليم دي انتهت من قبل حتى ما تبتدي، وامل مش هيبقى عندها اي مشكله. بالعكس، جوازي من عبد الحليم هيخلي امل تقدر تطمن على ابنها وتقدر كمان تشوفه. يا سلام على قلبك الطيب. والولد بقى ساعتها يقول لك ايه؟ يا ماما ولا يا خالتي؟ يقول اللي يقوله، مش فارقه. بقول لك ايه، انت بنتي وانا عارفه طريقه تفكيرك كويس، ما بتفكريش غير في نفسك وبس. والدليل اهو، بدل ما تيجي تشوف لنا حل للي احنا فيه جايبه لنا مصيبه تانية. وهو جوازي دلوقتي بقى مصيبه؟ اذا كان بالطريقه دي يبقى اكبر مصيبه. على العموم انا لسه ما قررتش، قلت اجي افكر مع مامتي حبيبتي ونشوف هنعمل ايه. بس الواضح حبك لامل مش مخليكي بتفكري في اي حد تاني غيرها. انا هاخد مصيبتي واروح افكر فيها لوحدي، عن اذنكم. استني هنا يا بنت، استني اسمعيني. ما تقول حاجه يا خليل، انت هتفضل ساكت كده؟ عايز حاجه غير دول يا خليل؟ مش هتفرق. انا كنت كلمت خالتي وعرفت ان شقتها القديمه فاضيه، ممكن نروح نقعد فيها. كتر خيرها اللي ما جت من بناتك. انت عارف يا خليل ان امل ولبنى ظروفهم وحشه، الدور والباقي على ريهام. انا مش عارفه انت سكت لها ليه. يعني الكلمتين اللي انا هقولهم ليه هما اللي هيفرقوا معاها؟ على الاقل كانت عرفت ان احنا الاتنين مش موافقين. مفيش داعي، بدل ما تحط علينا اكتر ما هي حط. سيبيه، يمكن ربنا يحنن قلبها. يعني انت موافقها على الجنان اللي هي فيه ده يا حاج؟ وماله، مش بدل ما فلوس عبد الحليم تروح لحد غريب، هتروح لحد من بناتك. تاني فلوس؟ عايز تزرع كره بين امل وريهام؟ ده كده مش ممكن يتقابلوا ابدا في اي مناسبه ولا يقعدوا مع بعض على ترابيزه واحده، كده مش هيبقوا اخوات. ايه لازمته الزعل والكره؟ ما امل تتجوز اللي هي عايزاه. يا نهار اسود، انت عايزها تتجوز زلزال بعد كل اللي حصل؟ ليه لا؟ الواد كبر وهتهاجر معاه فلوس ياما. ما جالك زمان
وبهدلته وطردته. زمان غير دلوقتي. انا مش قادره اصدق اللي بسمعه. انت عايز يحصل لك ايه تاني يا خليل عشان تتعظ؟ انت بتعايريني يا غبية؟ اعايرك؟ بعد كل اللي عملته معاك ده يا خليل بعايرك؟ طبعا لا. انا بس عايزاك تتعلم من اللي فات عشان ما يكررش في اللي جاي. احنا مش ناقصين. اما الحق اروح اقفل الشنط. ولأنك ابن بار من أبناء دائرة العياط فقد اتفق الجميع على ضرورة ترشحك لمجلس الشعب لأنك خير من يمثلهم تحت قبة المجلس الموقر. طب استهدى بالله لا يطق لك عرق واقعد يا استاذ كراوي، انت مش في مرافعه هنا. معلش فرحتي بيك خلتني اتحمست شويه. عادي عادي يا كراويه، كلنا هذا الرجل. كلامكم على راسي يا رجاله، وخدمتكم ده حاجه تسعدني وتشرفني ان انا اخدم بلدي. بس انتوا عارفين مشاغلي، انا يا دوب اليوم بيكفي ان انا اتابع مشاغلي دي بالعافيه. عشان كده الكل اتفق عليك، عينك مليانه ومش هتعوز حاجه من ورا الكرسي. الناس يريدون رجلا يكون زلزالا للحق، يزلزل اساسات المصالح والتربطات اللي انت عارفها كويس يا محمد. كبارات العياط كلهم هنا اهو، وعايزينك تبقى نائب الدايره، ايه؟ هتزعلهم؟ والله ما يهون عليا زعلهم، بس برضه لازم تبقوا مقدرين ظروفي. والله احنا مقدرين وفاهمين ومتفقين ومش عاوزين حد غيرك. زلزال الحق محمد حربي، حبيب الكل محمد حربي، فخر العياط محمد حربي. ان جيت للحق زلزال حق، 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 ان جيت للحق زلزال حق. اقعد. صدق يلاقي فرح ويشبع فيه لطف. على بركه الله. اتفضلي يا ماما. خلاص جهزتي يا حبيبتي؟ يا حبيبتي. طب يلا عشان ننزل لابوكي. لا يا ماما انا مش هنزل غير لما المهرجان اللي تحت ده ينفض. ما ينفعش يا حبيبتي، ما يصحش. لازم تكوني جنبه في وقت زي ده. انا عارفه انك ممكن تزعلي مني، بس انتي بجد خساره فيها. كلنا بنغلط يا امل، بس اللي بيسامح اجره في الاخر بيبقى كبير قوي عند ربنا. يا رب اوصل لمرحلتك دي واسامح. روحي لي يا حبيبتي. على راحتك يا قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح المزاد. هنبتدي المزاد بجناين الفاكهة بسعر ابتدائي 250,000 جنيه. 260,000. 260,000 عند الأستاذ. حد هيزود؟ 270. 270,000 جنيه عند الأستاذ. 300,000. 300,000 عند الهانم. 320,000. 320,000 عند الأستاذة. 350,000. 350,000 عند الهانم. نص مليون جنيه. $500,000 عند الأستاذ. 500,000 عند الأستاذ. حد هيزود؟ 550,000. 550,000 عند الأستاذ. حد هيزود؟ 650,000 جنيه. 650,000 عند الأستاذ. 650,000. حد هيزود؟ ألا أنا ألا دو ألا تري. ألف مبروك يا أستاذ محمد حربي كرامة الشهير بزلزال. ألف مبروك يا أستاذ محمد. ودلوقتي هنفتح المزاد على القهوة. والله ما عرفت سكة البكا يا خال. انت ايه اللي جابك هنا يا علي؟ جاي اشوفك وانت مكسور ومذلول وبتبكي زي الولاية. كان تشمت فيها يا ابن أماسل؟ يا أماسل الله يرحمها.
كويس انك لسه فاكرها. فاكر عملت فيها ايه؟ فاكر ماتت ازاي؟ اطلع ورا، اطلع ورا. جرى يا خليل، ما تفوق. مش لما يبقى بيتك الاول تبقى تشملل تطردني بره؟ ده انت كلها شويه يجوا يطردوك من هنا. يا واسع يا يما حسيس، طول عمرك غلاوي زي امك. انت اللي زرعت جوانا الغل ده، بخلك وطمع. يمشي احسن ما اقوم لك بدل والله بدل العظيم. ايه؟ ها؟ ما تقوم، ما يلا يا خالي وريني. يا خسارتك يا خالد. على أونا، على دو، على تري. ألف مبروك عليك يا أستاذ محمد القهوة. الله يبارك فيك. ودلوقتي هنفتح المزاد على السرايا اللي احنا قاعدين فيها دي، وهنبدأ المزاد ب 600,000. حد هيزود؟ انت رايحه فين؟ رايحه اشوف حل لموضوع السرايا، ولا دي كمان عايزه تروح مننا؟ انا جايه لك بنفسي عشان نتفق. نتفق على ايه؟ ما اظنش ان السرايا تلزمك في حاجه، وده بيتنا، وماما وامل عايشين فيه. وخليل عايش فين؟ 650,000 جنيه. 650,000 عند أستاذ محمد. حد هيزود؟ عايز ترمي واحد مشلول بره بيته؟ بص يا استاذ محمد، انا من رايي ان انت تسيب لنا البيت واحنا هنسيب لك الارض بتاعتك ب 300 متر. مهما كانت فلوسك كتير فاكيد مش هتزايد على الاتنين. كفايه اللي انت دفعته في القهوه والجناين. خلينا نتفق، بلاش مزايد على بعض. مش عايزك تخاف عليها بحليم بيه. إذا كان على الفلوس فهي مستورة الحمد لله. أنا عندي اللي يخليني أقدر أشتري قد اللي أنا اشتريته ده 10 مرات. وأنا مقدر مشاعرك يا ريم حلو، حقك أبوكي. مفيش واحدة تقبل إن أبوها يبقى في الحالة اللي هو فيها دي ويترمي في الشارع. بس أنا عايز أقول لك إن سواء أنا اللي اشتريت أو عبد الحليم باللي اشتغل، في كلا الحالتين أبوك هيترمي في الشارع. 700,000 جنيه. 700,000 جنيه عند الهانم. حد هيزود؟ مليون جنيه. مليون جنيه عند أستاذ محمد. مليون جنيه عند أستاذ محمد. حد هيزود؟ على أونا، على دو، على تري. ألف مبروك يا أستاذ محمد. ودلوقتي هنفتح المزاد على الأرض اللي في شرق البلد، 300 متر مباني، وهنفتح المزاد ب 150,000. حد هيزود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 300,000 جنيه. 300,000 جنيه يا أستاذ محمد. حد هيزود؟ 300,000 جنيه. على أونا، على دو، على تري. ألف مبروك يا أستاذ محمد. ألف مبروك يا زلزال. حقك ورجالك يا أخويا. مبروك يا ابو الثلاثين. مبروك يا زلزال. الف مبروك يا حبيبي. مبروك عليك. بالمناسبة دي يعني خطرت لي قصيدة كده عايز أقولها. وربنا انت قايلها، وحشتني قصايدك يا سلام. حقك رجع لك يا زلزال، وكبرت وهديت الجبال. يا سلام على الراحة وروقان البال. يا سلام. سلام هيكل مناع القط. ايوه. مبروك يا ابو الزلازل. مبروك يا رجاله، والله الفضل ربنا ثم ليك. الحمد لله. المشروع الناجح منظومه متكامله، وانتوا فريق عمل. كل كلامه في السليم. كل كلامه في السليم. عبد الحليم. عبد الحليم.
عبد الحليم عبد الحليم كل كلامه مش سليم كل كلامه مش سليم ابن الدولة اسمعنا عليه قاسم بيه ابن الدولة اسمعنا عليه ابن الدولة اسمعنا عليه قاسم بيه يومينهم هيعيشوهم والحساب